السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده بقى بصوا، قاعدة في حالي لقيت في وليمة سمك داخلة عليا. خطيبة ابني جابت لي بقى وليمة من السمك كده عشان عيد ميلاد محمود، وقالت بدل التورتة عشان محمود ملوش في التورتة قوي. وطبعا انا ابني مسافر زي ما انتوا عارفين، ومش ممكن طبعا هحتفل بقى واعمل عيد ميلاد قبل ما اطمن عليه ويرجع لي بالسلامة يا رب من العمرة. جابت جمبري وفليه زي ما انتوا شايفين كده، قشر بياض، وجابت بولتي ومكرونة بلدي. بصراحة الحاجة كانت شكلها مغري قوي. وجابت مكرونة شرايط عشان نعمل مكرونة وايت صوص. طبعا صعبت على محمود بقى، محمود قام ساعدني ورهام ساعدتني، ومش هيسيبوني بصراحة لغاية ما نخلص الحاجة كلها. اول حاجة طبعا انا غسلت السمك كويس جدا، غسلته كله كده زي ما انتوا شايفين. الجمبري كان شكله مغري قوي، انا بصراحة كنا هنحطه في المكرونة. قلنا لا، احنا نعمل منه جزء كده في المكرونة، وخدنا معاه حتة فيليه عشان نعمل، والباقي بقى هنعمل الجمبري بطريقة حلوة كده ان شاء الله تعجبكم. محمود قال لي قطعي لي السمك يا ماما، جهزيه. قشرت له حبة من الجمبري. بصوا، اداني علبة كريمة الطهي كده، وقال لي افتحيها، هو هيحطها على اللبن. واقف هو في الوقت ده بيحمر الدقيق بتاع المكرونة الوايت صوص. هو طبعا مش عايزني اطلعه في الفيديو، بس انا يعني خدت مقتطفات كده. حطت ميه على النار تتسلق. طبعا انا ما قلتلكوش ان محمود ابني شيف. هو خريج سياحة وفنادق وبيحب المطبخ جدا. آه بس زي ما انتوا شايفين كده، حطت ميه على النار عشان المكرونه تتسلق. حمر الدقيق وحط عليها حط اللبن وحط الكريمه، وبيقلبهم كده. انا طبعا لما باجي اعمل الوايت صوص ده بعمله على البارد، هو قال لي لا انا عايزه احمر الدقيق. فوقف حمره زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بصوا بقى، الايد باينه قوي انها ايد شيف مش ايدي انا، طبعا انا بلم حواليه. لقيت حبه كريمه كده في العلبه، قلت له طب سايب دول ليه؟ رحت حطاهم له. وقفت برضو يعني اسقط له المكرونه يعني كده بساعد معاه. طبعا ايدي بقى انا في بقيه السمك بجهزه. زي ما انتم شايفين كده، هو عمل الكريمه وعمل سلق المكرونه. كنت انا في الوقت ده عملت الخلطه. بصوا، حطيت توم مفروم طبعا، ومعلقه هريسه شطه، وحطيت كمون وكزبره وبعصر ليمون، شويه ملح، بظبط الحياء بتاعي كده عشان اتبل بيه السمك. بس هنا تبلنا بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة ديت عشان نتبل بيها السمك ونركنه شوية لغاية ما نيجي نقلي السمك بتاعنا. بظبط بقى الحاجة زي ما انتوا شايفين كده. بش- بذرة ليمونة بشيلها معلش. بس طبعا شلت حبة للجمبري. وهنا هو مقطع بصلاية حطيتها على النار كده. وعشان يعمل الجمبري حط الجمبري وحتة الفيليه اللي احنا قطعناها حطهم على البصلة، وحط معاها حتة هريسة شطة صغيرة، وحط فلفل الوان، وظبطها كده زي ما انتوا شايفين. وانا بقى طبعا في الوقت دوت كنت خدت معلقتين من الخلطة بتاعتي حطيتهم على المكرونة وقلبتها. بحز السمك البلطي كده لانه بسم الله ما شاء الله يعني مقاسه كبير شوية. وبتبل بقى كده، وباخد من الخلطة وبحط في الفتحات اللي انا عملتها. هتبل السمك بتاعي بقى كده كله. برضو بحزه بالسكينة كده. طبعا انا هاخد السمك هعمله حاجتين، مش هقليه كله. هنشوف مع بعض كده في الاخر. هنا المكرونه بتاعتي بيقول لي خلاص يا ماما المكرونه استوت اهي. صفها لي لو سمحتي، قلت له حاضر. فحاجه اتاكد انا برضو يعني ايه، لازم برضو ايه احط التاتش بتاعي. بصوا هنا رحت حاطه له شويه اسمها ايه، جبنه موتزاريلا. على الصوص اللي عمله. والمكرونه هنا بتاعتنا خلاص كانت اتسلقت، المفروض ان انا بقى ايه هصفيها. بجيب له بطاجن بقى عشان يحط فيها المكرونه. قال لي لو سمحت يا ماما مش عايز طاجن، انا عايز صينيه بايركس. فطبعا انا كنت مساعد شيف في الوقت ده، طبعا كل اللي بيقول لي عليه بعمله. كنت انا مساعد الشيف في اليوم ده. اوعي يا ماما تطلعيني، اوعي يا ماما تطلعيني. قلت له والله ما مطلعاك، ايدك بس هي اللي شغاله اهي، انا مش هطلعك معايا ما تقلقش. ريهام برضه يا حبيبتي واقفه طبعا معانا بتخدم معايا رخرة.
وكان مشغلنا تحت ايديه. بس هنا الصينيه بتاعتنا اتظبطت كده زي ما انتم شايفين. هيحط بقى جبنه موتزاريلا كده من فوق الوش. هنا الصينيه بتاعتنا جاهزه خلاص للفرن. هنا انا كنت بقى تبلت السمك كله زي ما انتم شايفين كده. شلت حته من الخلطه اللي احنا عملناها، هقطع فيها الفيليه وهتبله راخر. شغاله معاه وشغاله بصوا لوحدي، يعني بساعده وبشتغل برضو، بس المهم بصراحه يعني انجزني. بس هنا تبلنا بقى كده خلاص الفيليه بتاعنا، وتبلنا السمك، وكده اكلنا جاهز. جبت حله بقى عشان احط فيها شويه الجمبري اللي فاضوا، طبعا انا خدت منه جزء كده للمكرونه، وده الجمبري بقيته. هنتبل الجمبري بقى تتبيله حلوه كده. طبعا حايشه معلقه توم ومعلقه هريسه شطه هحطهم عليه، وهنحط التوابل بتاعتنا بقى كلها كده زي ما انتم شايفين. شويه كمون وشويه كزبره وشويه شطه وشويه ملح. هنتبله بقى تتبيله حلوه كده، لان الميه الصوص اللي بينزل من الجمبري ده بيبقى فظيع بصراحه. انا ولادي بيحبوا الصوص بتاع الجمبري ده قوي. كده بالمعلقه او بالكوبايه. قطعت طماطمايه كمان زي ما انتم شايفين كده على الجمبري، وهقطع بصلايه كمان. طبعا مش هحط ميه ولا حاجه، انا هسيبه هو ينزل ميته بقى ويستوي فيها، هو ما بياخدش وقت طبعا على النار خالص. ظبطنا الملح بتاعنا كده، هزه بقى هزه كده وهولع عليه على النار. نار هاديه كده بقى، وايه هنسيبه كده مع نفسه لغايه ما الاقي البصلايه استوت. هنا بقى المكرونه بتاعتنا، طبعا بعد ما تبلتها بالتتبيله بتاعت السمك، انا بحب احط معلقه دقيق كده عليها وبقلبها فيها وبركنها بيها، يبقى الخلطه بتاعتنا مع معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم، وبركنها للقليه. وبرضو عملت كده في الفيليه، حطيت عليهم معلقتين دقيق كده، وخلاص كده سمكنا بقى جاهز للقليه. بص المنظر، الله على الجمال. بهز بقى الجمبري كده، بصوا ما بقلبوش، انا بهزه كده بالحله، بديله خضه كده وبسيبه تاني يكمل سواه. جبت صينيه بقى حلوه كده، وهقطع فيها بصلتين في ارضيه الصينيه. يعني هعمل قاعده كده للسمك اللي انا هعمله بالزيت والليمون. انا مرضتش احطه من غير الخلطه ديت بصراحه، يعني قلت عشان ما يلزقش. والبصل ده برضو بيبقى طعمه حلو قوي مع الطماطم كده والتتبيله اللي هنحطها. بيبقى حلو قوي. طبعا انا ما فاضش عندي تتبيله من السمك، لو كان فاض عندي كنت حطيت معلقه كده مع البصل، لكن انا هحط توابل، لان انا طبعا مملحه السمك زي ما انتم شايفين. حطيت بقى شويه كمون وشويه كزبره وشويه ملح وشويه شطه. بتبل كده البصل عشان برضو يبقى واخد الحياء كده وطعمه حلو. بحط له برضو شويه ملح، قرنين فلفل حامي كده سبايسي. بقلب بقى الخليط ده كله ببعضه كده، وبروح حاطه عليه السمك. انا هاخد 3 سمكات بس كده من البولتي، هحطهم كده اعملهم بالزيت والليمون، وهعصر عليهم ليمون كتير بقى زي ما انتم شايفين كده. هعصر ليمون واحط عليهم برضو شويه زيت، وبقطع بقى كام ليمونه كده من فوق الوش ديكوريشن كده، بيبقى شكله حلو قوي وهو خارج من الفرن. الصينيه دي يعني بصراحه كانت جباره. كانت هي دي التورتايه بتاعتنا النهارده. تقولي يا طنط نحط فيها، بص بحط بقى شويه زيت كده. نحط شمعة بقى يا طنط، ولا نستنى لما احمد يجي بقى عشان نعمل له الشمعة؟ فقلت لها لا، نستنى احمد لما يجي. هنا حطيت طاسة على النار، و هحط فيها زيت زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اقلي السمك بتاعي. بتبل الفيليه، طبعا الفيليه بحطه اول حاجة كده والزيت نضيف. تبل الفيليه في الدقيق كده،
وبروح حطاه هو اول طاسة طبعا، عشان هو بيبقى لونه حلو وذهبي جميل كده. مش عايزة الزيت يكون طبعا فيه اي حاجة محروقة، فطبعا لازم نبتدي بالفيليه. بس تبلت الفيليه بدرته كده بالدقيق. الزيت بيسخن على النار، اول الزيت ما هلاقيه سخن كده هروح حاطه الفيليه على طول. بنفضه من الدقيق كده وبروح حطاه في الزيت. طبعا كانت مفاجأة جميلة، ربنا يحميها يا رب ريهام. وطبعا محمود فرح قوي، لان محمود ملوش في الحلويات ولا الحاجات ديت، هو بيحب السمك. فهي عرفت هو بيحب ايه، وقالت ايه لا نقضيها سمك بقى بدل التورته. بس ما يمنعش انها جابت له هديه والله. يعني بص انا قلت لها طب كان كفايه السمك كفايه الهديه. بصراحه لا، جابت السمك والهديه. بس كده يا حبايبي بقى ببتدي ابدر المكرونه دي بلدي طبعا، البلدي بتبقى صغيره كده بس بتبقى طعمها زي العسل. هي المكرونه البلدي بتبقى دايما صغيره ورفيعه كده، اللي بتلاقوها كبيره دي ما بتبقاش بلدي. بس هنا بقلب الفيليه بتاعي. حطيت بقى السرفيس اللي هطلع عليه، وحطيت معاه كده عرقان جرجير عشان يمتص زيت، وفي نفس الوقت يدي لون حلو كده مع الفيليه. بطلع الفيليه بتاعي كده على الطبق اهو. بصوا لونه جميل ازاي. بعد الفيليه بقى هبتدي احط المكرونه. يعني هو تدريجي كده، الفيليه الاول اي حاجه بتبقى لونها باين كده في التحمير بنحطها، يعني البولتي بيبقى اخر حاجه بصراحه. هاخد المكرونه برضو واحده واحده كده. المكرونه دي بتبقى هي السلسله بس اللي فيها كده، وبتتاكل يعني عامله زي الجمبري بصراحه. بقلبها بقى على الوش التاني، ما بسويهاش قوي طبعا، هي يا دوبك بتديني بتصفر بس كده بطلعها. يعني ما ننشفهاش لان هي صغيره، فيا دوبك بتصفر كده بروح مطلعاها. بس هنا تبلت برضو بدرت الدقيق، بدرت السمك بالدقيق. وشوية كده وهقلبه على الوش التاني. وهنا كنا خلصنا بقى، مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. دي كانت السفرة بتاعتنا النهاردة. ده الجمبري بتاعنا، وده البولتي بالزيت والليمون، وده سمك مقلي بولتي. وعملنا شوية سلطة خضرة وسلطة طحينة، وحطينا ليمون طبعا مخلل وجرجير. وكانت الغدوة بقى النهاردة عيد ميلاد يعني. بس حطينا له قرن فلفل احمر قلنا بدل الشمعة. وطلعنا المكرونة بتاعتنا من الفرن. شايفين المنظر؟ بصوا السمك شكله يعني بيتكلم، السمك شكله كده بيتكلم لوحده. وده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم في فيديو جديد.